فقدت الساحة الفنية التونسية يوم الجمعة الماضي أحد أبرز أعمدة التمثيل المسرحي والتلفزي، وذلك بعد أن وافت المنية الممثل مراد كروت عن عمر ناهز 81 سنة بعد صراع مع المرض، مخلفاً وراءه مسيرة حافلة بالأعمال الدرامية والمسرحية الناجحة. يعد مراد كروت أحد أعمدة الفن المسرحي في تونس، فقد شارك في أكثر من 60 مسرحية دون الحديث عن العشرات من المسلسلات والأفلام التي أتقن فيها الأدوار التي كانت تقدم له. الممثل بدأ مسيرته مع منام تعترس سنة 1962، وأخذ أول تجربة في الإخراج المسرحي سنة 1986، ليؤسس عبر عقود من الزمن رصيداً فنياً ضخماً يشمل ما يناهز 63 مسرحية، إضافة إلى مشاركته العديد في مختلف الأعمال الدرامية الناجحة والأفلام التونسية وحتى الأجنبية. وقد عرفه الجمهور بأدواره التي كانت قريبة من القلب وخفيفة على الروح، على غرار دوره في مسلسل منامة عروسية وحسابات وعقبات والخطاب على الباب وغيرها من الأعمال الفنية البارزة والخالدة لحد اللحظة في أذهان التونسيين. وقد لمع أيضاً نجم مراد كروت من خلال مشاركاته في سلسلة حكايات عبد العزيز العروي التي ما زالت تعرض لحد اللحظة وتستمتع بمشاهدتها الجماهير التونسية. رحل مراد كروت اليوم تاركاً وراءه فراغاً فنياً كبيراً في قلوب جماهيره ومحبيه، لكن أثره الفني سيظل راسخاً في الساحة الفنية